طيب احنا اخر حاجه وقفنا عندها ان لما عملنا دستور 1923 بناء على هذا الدستور عملنا انتخابات وفاز فيها حزب الوفد بالانتخابات بالاغلبيه، وبقى رئيس الوزراء هو سعد زغلول، وعمل اول وزاره برلمانيه او بنسميها وزاره الشعب. وخد بالك عشان السؤال ده يعني بيجي في الامتحان، اطلق على وزاره سعد زغلول بوزاره الشعب صح، اطلق على وزاره سعد زغلول بالوزاره البرلمانيه صح، لان هو عمل برلمان مصري سنه 1924. طيب تعالى بقى نحكي قصة اللي جاية بعد كده. اللي حصل يوم 19/11/1924 صحت مصر على خبر ان في راجل انجليزي تم اغتياله واتقتل اسمه ستيرلي ستيك. الراجل ده يا شباب كان قائد عام الجيش المصري ماشي، وكان حاكم مدينة السودان. مش احنا عارفين ان مصر وانجلترا بيحكموا السودان؟ فالراجل ده هو اللي كان بيحكم السودان باسم انجلترا طبعا مع مصر، والراجل ده هو كان قائد عام الجيش المصري. انتوا عارفين ان الجيش المصري عليه قائد انجليزي، فهو الراجل ده كان قائد الانجليزي بقى اللي كان مسؤول عن 6000 جندي المصري. صحت مصر على خبر ان تم اغتيال ستيرلي ستيك القائد العام للجيش المصري وحاكم السودان. راح جري الليمبي على طول، اللي هو المعتمد البريطاني اللي جه بعد السير وينجت لو تفتكروا، جري الليمبي على طول على سعد زغلول وقال له بص بقى يا سعد زغلول، انا بقول لك بعد اذنك اسحب الجيش المصري بتاعك من السودان، احنا هنحكم السودان لوحدنا. فسعد زغلول قال له لا يا فندم، انت مش هتحكم السودان لوحدك، مصر والسودان ايه؟ مصر والسودان بلد واحده وانتوا بتحكموا معانا السودان، فانت كده عايزني اسحب نفسي من السودان، يعني انت عايز تنفرد بالسودان. قال له هو ده بقى اللي عندي، لان انتوا اللي اختلتوا ستيرلي ستيك. قال له لا احنا ما اختلناش ستيرلي ستيك. قال له لا انتوا المصريين اللي موتوا ستيرلي ستيك، مين يعني ليه مصلحه تانية ان هو يموت ستيرلي ستيك غيركم؟ فراح سعد زغلول قال له لا انا اسف، انا مش هسحب الجيش المصري من السودان. قال له لا انت هتسحب الجيش المصري من السودان. المهم كلمه من هنا على كلمه من هنا، راح سعد زغلول راح مقدم استقالته عشان رفض المطالب. ماشي. على طول بعدها راحت بريطانيا جايبه رئيس وزراء تاني اسمه زيور باشا. ده كان في الوقت ده رئيس مجلس الشيوخ، يعني رئيس مجلس الشيوخ. ركزوا الراجل ده كان اسمه ايه؟ زيور باشا. وراح زيور باشا ده كان دلدول لبريطانيا شويه يا شباب، وراح وافق على مطالب الليمبي، وراح سحب الجيش المصري منين؟ من السودان. يبقى كده يا معلم، كده معناه ان السودان مين اللي كوشت عليها لوحدها؟ بريطانيا. مصر كده طلعت من مورد بلا حمص. بعدها بكام سنة كان سعد زغلول كبر في السن بقى وراح مات، وخسرت مصر سعد زغلول، وده كان زعيم وطني. وجه مكانه مين؟ هيمسك مكانه بقى ويتولى أمور الحركة الوطنية والحزب الوفد، راجل اسمه مصطفى كامل. قبل ما اخش على راجل اسمه مصطفى النحاس. قبل ما اخش على مصطفى النحاس وقصته، تعالى اقول لك الحته بتاعت ستيرلي ستيك تاني. يبقى تم اغتيال ستيرلي ستيك، والراجل ده كان يا جماعه القائد العام للجيش المصري وكان بيحكم السودان، وبناء عليه الليمبي راح لسعد زغلول وراح للحكومه المصريه وقال له يا سعد اسحب الجيش المصري من السودان. سعد رفض المطالب وقدم استقالته. بريطانيا على طول عملت وزاره برئاسه زيور باشا. على فكره زيور باشا ده عشان ما بين السطور بيتنسي، وعلشان هو جه علشان يسحب الجيش المصري من السودان ومشوه بعد كده، فكان دوره قليل وما بيعملش اي حاجه، فالراجل ده يعني ما عملش حاجه، فدي مهمه جدا. تم تاليف وزاره برئاسه زيور باشا رئيس مجلس الشيوخ، والتي قبلت المطالب البريطانيه. تمام. طيب حلو الكلام. نيجي بقى دلوقتي مين هيبقى ماسك حزب الوفد؟ مصطفى النحاس. طيب وزيور باشا هيمشي، هو كان مهمته انه يسحب الجيش المصري من السودان. مين هيبقى رئيس الوزراء؟ راجل اسمه اسماعيل صدقي. جه اسماعيل صدقي راح عمل ايه يا جدعان؟ راح قال لك انا عايز اطبل للملك. هو ما كانش يعني وطني قوي اسماعيل صدقي ده، وراح عمل دستور 1930 ولغى الدستور بتاع 1923. الدستور اللي احنا قلنا كان فيه ايجابيات وكان فيه سلبيات، وقلنا سلبيته حاجه واحده، انه ادى للملك حق مش من حقه، من حق يحل مجلس النواب او البرلمان، لكن كان فيه ايجابيات كتيره. اسماعيل صدقي بقى راح عمل ايه؟ راح لغى الدستور اللي كان بيحبه الشعب المصري اللي هو دستور 1923، وراح عمل
دستور 1930 وادى للملك سلطات اوسع واوسع 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 واكتر، واهدر حق الامه. حق الشعب المصري رماه في الزباله هو وحقوقه. طبعا الشعب ما بقاش بقى اهبل وبقى ناضج، فعارض الشعب هذا الدستور وقام بالعديد من المظاهرات عشان يلغي دستور 30. الشعب عايز دستور ايه يا جدعان؟ 23. مما اضطر الملك فؤاد، الملك فؤاد انه يسمع لكلام الشعب ويرجع لهم دستور 23 تاني. خد بالك بقى معايا ان الدستور 23 ده كان فيه احزاب، يعني كان بيتيح للمصريين انه يعمل احزاب. طبعا انا عشان بس يعني هقف عند الحته دي، الاحزاب دي يا جماعه بيبقى مجموعه من الناس بتعمل حاجه اسمها حزب، دورهم ان هم يدعموا الشعب المصري ويقفوا جنبه ويقفوا جنب المجتمع، ولو في اي حاجه الحكومه مش قادره تعملها الحزب بيعملها. ده الطبيعي اللي المفروض يتعمل، يعني الاحزاب اللي المفروض تعمله انها تعمل الموضوع ده. لكن الاحزاب اللي كانت زمان ايام دستور 23 ما كانتش ليها اي 60 لازمه. حتى بيقول لك اهو لم تؤدي تعدد الاحزاب لاثراء الحياه النيابيه. واحد بقى يقرا معايا الكلام ده يقول لي يا لهوي على الكلام التقيل والسخيف، اقول له لا يا فندم تعالى نقول تاني الكلام مع بعض. تعددت الاحزاب في مصر، كانت كذا حزب، كان كذا حزب منذ دستور 1923، ولكن تعدد الاحزاب دي لم يؤدي لإسراء الحياة النيابية، يعني ما كانش ليه لازمة في الحياة النيابية ولا كان بيعمل غنى في الحياة النيابية. ليه يا جماعة؟ لأن الأحزاب بتاعت زمان دي كانت شخشخة في إيد الملك أو في إيد بريطانيا عشان مصالحهم من غير ما يبص لمصالح الشعب. مع إن أنا من 3 دقايق كنت واقفة هنا وقلت لك إن الحزب المفروض دوره إنه يقف مع الشعب المصري ويقف مع المجتمع، ده الطبيعي. لكن الأحزاب دي كانت أداة للملك أو لبريطانيا علشان مصالحهم، عشان يحققوا مصالحهم دون النظر لمصالح الشعب المصري، من غير ما يبص لمصالح الشعب المصري. طيب تمام كده، خلصنا الجزئية دي. نخش بقى على قصة تانية. ايه القصة التانية؟ بريطانيا هتدخل حرب عالمية تانية. الدنيا ولعت بينها وبين كام دولة، إيطاليا وألمانيا برضو واليابان والكلام ده، وهتخش حرب عالمية تانية. فهي قالت إيه؟ قالت أنا دلوقتي هخش الحرب العالمية التانية وأنا محتلية مصر، المصريين مش هيسكتوا وهينتهزوا فرصة إن أنا مشغولة في الحرب وهيعملوا ثورة جديدة ضدي، فأنا عايزة ألحق نفسي. هتعملي إيه بقى يا بريطانيا؟ قالت أنا هروح لمصطفى النحاس اللي هو بقى اللي ماسك الحزب الوفد واللي بيتكلم بلسان الشعب المصري، وهعمل معاه معاهدة 36. المعاهدة دي لازمتها ايه عشان انت تبقى فاهم؟ بس لازمتها ان بريطانيا خايفة ان مصر تعمل ثورة جديدة في الوقت اللي بريطانيا هتبقى داخلة حرب عالمية تانية. يبقى هي غرضها من المعاهدة دي خوفها من قيام مصر بثورة جديدة أثناء قيامها بالحرب العالمية التانية. وراحت جايبه مصطفى النحاس وقعدوا هما الاتنين مع بعض وعملوا معاهدة 36. ادي مصطفى النحاس وادي بريطانيا. بريطانيا قالت له بص يا مصطفى النحاس، انا همشي بكل جيشي من القاهرة ومن مصر ما عدا بس منطقة قناة السويس. قال لها وماله، يا ريت انت كده بتدينا اول خطوة في خطوات الاستقلال. قالت له ايوه انا عايزة اعمل كده، انا يهمني يا مصطفى يا نحاس ان المصريين يبقوا متراضيين. بص بقى الكلام اللي جاي، وكمان هساعدك ان انت كمصر كدولة مستقلة تخش منظمة عصبة الامم. دي كانت منظمة عالمية في الوقت ده ما بيخشهاش غير الدول المستقلة. معنى ان مصر تخش عصبة الامم ان كده مصر بقت دولة مستقلة رسمي، فاهمين قصدي؟ قال لها حلو. قالت له بص كمان بقى، فاكر لما ستيرلي ستاك اتقتل وانا سحبت الجيش المصري وانت سحبت الجيش المصري من السودان وكرشتكوا؟ هرجع تاني الحكم الثنائي للسودان وهبقى انا وانت يا عم بنحكم السودان، عشان ما تفكرش ان انا مكوشه على السودان. اما ليه؟ انا يهمني المصريين يبقوا متراضيين. مركزين؟ تمام. قالت له بص بقى يا سيدي، وهخلي المعاهده كمان 20 سنه. قال لها بقول لك ايه يا بريطانيا، ما تخشي سكه ودغري كده معايا، يعني انت هتمشي بكل جيشك ما عدا قناة السويس وهتدخليني عصبة الأمم، تمام؟ وهتخلي المعاهدة 20 سنة
وكمان هترجعي الجيش المصري تاني للسودان وهترجعي اتفاقية الحكم الثنائي سوا. انت عايزة ايه؟ قالت له بس انا عايزة منك حاجة صغننة قد النمنم. قال لها ايوه خشي كده وقولي لي عايزة ايه. قالت له انا عايزة وانا بحارب مواني مصر، مطاراتها، مواصلاتها، المعسكرات المصرية كلها تبقى في خدمة بريطانيا اثناء الحرب. قال لها يعني انت عايزاني احط لك المواني والمطارات والطرق المواصلات تحت تصرفك وتحت خدمتك وقت الحرب، وايه كمان بقى عايزاني اعمل لك ايه كمان؟ قالت له لا صدقني، بس انا عايزاك ايه، لو يعني تبني لي معسكرات، اماكن تحصينات، عشان بس الجيش البريطاني يعرف يحارب. قال لها ماشي. ركز بقى، يبقى اللي انا حكيته لك بالبلد ده كان نصوص المعاهده. نصوص معاهده 36 بتقول ايه؟ يلا نحفظهم مع بعض. انت كده المفروض تكون فهمتهم. يبقى بريطانيا هتمشي من كل القاهرة وجميع الجهات الأخرى ما عدا قناة السويس. تمام، يلا بينا. بص بقى، يبقى أول حاجة جلاء بريطانيا عن القاهرة وجميع الجهات الأخرى ما عدا قناة السويس. 2، مصر هتحط المواني بتاعتها والمطارات بتاعتها وطرق المواصلات بتاعتها تحت تصرف بريطانيا وقت الحرب. الحكومة المصرية هتبني سكنات، يعني أماكن تحصينات ومعسكرات وطرق وكباري للقوات البريطانية وتعمل لها صيانة. ده احنا كده ايه؟ بنساعد بريطانيا انها تخش الحرب. بس بريطانيا هتساعدنا اننا ننضم لعصبة الأمم، وهترجع حكم الثنائي تاني للسودان، وترجع القوات المصرية تاني للسودان. والمعاهدة هتفضل كام سنة؟ هتفضل 20 سنة. يبقى تاني، يبقى نصوص المعاهدة جلاء بريطانيا عن مصر ما عدا قناة السويس، مصر بموانيها بمطاراتها بمواصلاتها تحت خدمة بريطانيا، مصر هتبني معسكرات وسكنات وطرق وكباري في خدمة بريطانيا، بريطانيا هتدخل مصر عصبة الأمم، بريطانيا هترجع الحكم تاني الثنائي للسودان، بريطانيا هتخلي المعاهدة 20 سنة. تمام. طيب، ميزة المعاهدة دي ايه؟ وليه مصطفى النحاس وافق عليها؟ لان المعاهده دي كان ليها نتائج. هتقولي ايه نتائجها؟ هقولك على الاقل تم انهاء احتلال مصر عسكريا. يعني خلاص كل جيش بريطانيا هيمشي من مصر ما عدا قناه السويس، يبقى مقدور عليها. يبقى معنى كده ان انا هيبقى في فرصه كمصريين ان انا اعمل جيش لنفسي قوي، لان خلاص بريطانيا بجيشها هيمشي. يبقى اول حاجه من نتائج المعاهده انهاء احتلال مصر عسكريا مع بقاء قوات بريطانيا في قناه السويس. دي حاجه كويسه. غير كده يا جماعه، مصر هتدخل عصبه الامم. معنى ان مصر تخش عصبه الامم المنظمه الدوليه العالميه ان مصر كده بقت دوله مستقله ذات سياده. 2، ما بقاش في امتيازات اجنبيه، لان خلاص بريطانيا مشيت من مصر، فمش هقدر انا اعمل حاجه اسمها امتيازات اجنبيه واميز الاجانب. والكلام ده تم تطبيقه في مؤتمر اسمه مؤتمر مونترو 1937. يبقى تم الغاء الامتيازات الاجنبيه وفقا لمؤتمر مونترو 1937. وبالتالي الجيش المصري هيرجع يقوي نفسه من تاني ويرجع يقف على رجليه تاني علشان يقدر يدافع عن قناه السويس لوحده. ولما نقدر ندافع عن قناه السويس ساعتها بريطانيا تمشي. يبقى دي حاجه كويسه. طيب، الحاجه الحلوه الثانيه ان مصر بما انها بقت دوله مستقله ذات سياده وجيش بريطانيا هيمشي كله من ارض مصر، فبالتالي مصر من حقها تعمل اي معاهده مع اي دوله. بس طبعا المفروض ان اي معاهده تتعامل مع اي دوله ما تخالفش المعاهده بتاعه 36، يعني ما يبقاش فيها حاجه تعارض معاهده 36، والا معاهده 36 تبقى بايظه. ويبدا الجيش المصري يرجع للسودان تاني. دي حاجه كويسه. وبريطانيا تعترف ان مصر بتحكم السودان معاها اداره مشتركه. دي حاجه كويسه. فنتائج معاهده 36 في غايه الاهميه لانها عادت بنتائج ايجابيه على المصريين. يبقى انهت احتلال مصر عسكريا، انضمت مصر لعصبة الأمم، تم إلغاء الامتيازات الأجنبية، الجيش المصري هيقوي نفسه من تاني عشان يقدر يدافع عن قناة السويس، مصر من حقها تعمل معاهدات سياسية مع أي دولة أجنبية بشرط ألا تتعارض هذه المعاهدات مع معاهدة 36. يرجع الجيش المصري للسودان مرة تانية وتعترف بريطانيا بالإدارة المشتركة طبعا مع مصر والسودان. دي حاجة جميلة جدا جدا وفي غاية الإيه؟ وفي غاية الأهمية. طيب، بعد معاهدة 36 هتبتدي العلاقة تتحول بقى من علاقة احتلال، يعني خلاص بقى ما بقتش علاقة احتلال لأن الجيش البريطاني بدأ يمشي من أرض مصر، هتبقى علاقة تحالف. في الوقت ده هيموت الملك فؤاد وهيمسك مكانه ابنه الملك فاروق، وساعتها الملك فاروق هيشوف نفسه شوية وهيبتدي نفوذ القصر يزيد. الملك فاروق هيزيد.
دخلت مصر قامت بريطانيا باندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1939، وعلاقة مصر ببريطانيا اتغيرت للأسوأ. ليه بقى مسمارنا للأسوأ؟ أنا أقول لك بقى. لأن بريطانيا لما دخلت الحرب وهي عاملة معاهدة 36 مع مصطفى النحاس، قالت كده بالنص لمصر، قالت لها يا مصر خشي معايا الحرب. فمصر قالت لها انا اخش الحرب ليه؟ دي حرب ما تخصنيش، انا اخش حرب ليه ما تخصنيش وبهدل شعبي ليه؟ انا اخري اساعدك زي ما اتفقت معاكي في المعاهده بتاعه 36، لكن انا اخش الحرب لا، ما يلزمنيش ان انا اخش حروب وادخل بلدي في حرب انا مش قادره عليها. قالت لها خلاص ماشي، بما انك انت مش هتخشي الحرب معايا مصر، اعلني ان انت واقفه ضد دول المحور. دول المحور دي الدول اللي بتحاربها بريطانيا. خد بالك الحرب العالمية الثانية دي كانت بين مجموعة من الدول ضد مجموعة من الدول، بريطانيا وفرنسا وأمريكا اسمهم الحرب العالمية الثانية دي كانت بين مجموعة من الدول ضد مجموعة من الدول. مجموعة الدول الأولانية اللي هي بريطانيا وفرنسا وأمريكا كانوا اسمهم دول الحلفاء. الدول الثانية اللي كانت بتحاربهم بألمانيا وإيطاليا واليابان كان اسمهم دول المحور. بريطانيا قالت لمصر اعلني الحرب على دول المحور. قالت لها انا مش هعلن حرب على دول المحور ولا هخش الحرب اصلا، ودي حرب انا ماليش لازم فيها، انت تدخليني ليه في ويلات الحرب ومشاكل واستنزاف، وانا حرب ماليش لازمه فيها. فانجلترا اتغاظت، ولما انجلترا اتغاظت والعلاقه بقت وحشه راحت للملك فاروق، قال له بقول لك يا ملك فاروق، انت ليه مشيت مصطفى النحاس من رئاسه الوزراء؟ مصطفى النحاس ده انا عامله معاه معاهده 36. قال لها ايوه انا مش عايز مصطفى النحاس، انا عينت رئيس وزراء تاني. قالت له لا، يلا بقى يا حبيبي شكل حكومه جديده يا فاروق برئاسه مصطفى النحاس اهو. فاروق ما كانش بيحب مصطفى النحاس فقعد يماطل. راحت بريطانيا اتعصبت وراحت قامت بالدبابات البريطانية محاصرة قصر عابدين، وهددت الملك فاروق انها تخلعه من العرش لو ما عينش مصطفى النحاس. طب معلش، مش في معاهدة اسمها 36 بتقول ان جيش بريطانيا مشي من القاهرة وان هو مش موجود غير في قناة السويس؟ اللي جاب بقى الدبابات البريطانية تلف حوالين قصر عابدين عشان تجبر الملك فاروق انه يعين مصطفى النحاس. وانت مين انت اصلا يا بريطانيا علشان تروحي الملك مصر وتقولي له عين مين وما تعينش مين؟ فدي كانت مصيبة تانية. والملك فاروق طبعا خايف لانه هيتخلع من العرش بجد لو ما عينش مصطفى النحاس، وفعلا وافق الملك فاروق على الانذار البريطاني وراح معين مصطفى النحاس يبقى هو رئيس الوزراء. تمام كده؟ يبقى تاني، يبقى علاقة مصر بعد معاهدة 36 بقت من علاقة احتلال لعلاقة تحالف لغاية اما الملك فاروق مسك. لما الملك فاروق مسك هو والنفوذ بتاعته وشوية الحاشية اللي معاه، علاقة مصر ببريطانيا اتغيرت للأسوأ. ليه؟ لأن بريطانيا أصرت على إن مصر تعلن الحرب على دول المحور اللي هي الدول اللي بتحاربها. مصر رفضت إن هي تعلن الحرب، راحت رايحة لفاروق قالت له طب عين مصطفى النحاس رئيس وزراء، بما انك انت مش عايز تخش معايا الحرب على الاقل عين لي مصطفى النحاس يبقى رئيس الوزراء. قعد يماطل 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 لغايه اما بريطانيا اتعصبت وراحت رايحه محاصره قصر عابدين بالدبابات وهددت بخلع الملك فاروق عن العرش لو ما قبلش الانذار وعين مصطفى النحاس. وبالتالي اضطرت فعلا بريطانيا اضطر الملك فاروق ان هو يعين مصطفى النحاس. تعالى بقى نفهم القصه اللي جايه دي. يبقى انا كده يعتبر خلصت الدرس. بص يا سيدي، جه مصطفى النحاس يبقى هو رئيس الوزراء، تمام؟ الكلام ده كان سنه كام عشان بس انت تبقى فاهم؟ 1942. يعني الحادثه اللي حصلت ان حصار قصر عابدين بالدبابات دي سنه 1942 اسمها حادثه 4 فبراير 1942 4/2/42. تمام. في 1947 يعني بعد الموضوع ده ب5 سنين يقول لك كده عرضت الحكومة المصرية على مجلس الأمن. مجلس الأمن ده مجلس كبير دوره حفظ الأمن والأمان على مستوى العالم. عرضت مصر على مجلس الأمن قضية جلاء بريطانيا الكامل عن مصر ووحدة وادي النيل، يعني مصر والسودان تبقى بلد واحدة، لكن مجلس الأمن ما أخدش قرار في القضية دي وسابها متعلقة. خد بالك تاني معايا، يبقى 1947 راحت مصر لمجلس الأمن علشان تقول لمجلس الأمن بعد إذنك خلي بريطانيا تمشي من مصر
خالص ومصر والسودان تبقى دولة واحدة، لكن مجلس الأمن ما أخدش قرار مع إنه دوره حفظ الأمن والنظام في العالم ومنع احتلال أي دولة لأي دولة. تمام. طيب سنة 1951 بعدها بفترة كده راح مصطفى النحاس وهو كان رئيس الوزراء في الوقت ده، راح جاب الشعب المصري قال لهم بصوا بقى يا شعب المصري، الحرب خلصت، احنا في سنة 51 اهي. قالوا له الحرب العالمية الثانية خلصت. قالوا له قال لهم بريطانيا ما مشيتش ولا نفذت اي حاجة من الاتفاقيات اللي قالت عليها في معاهدة 36. فانا معلش يا شعب يا مصري انا هلغي معاهدة 36 واللي عايز يروح يحارب بريطانيا يروح. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم يعني انا بطلق الحرية للشعب للنضال المسلح ضد بريطانيا، اي حد من الشعب معاه سلاح يروح يحارب بريطانيا. انا عدد الجيش اللي عندي قليل وانا بفتح باب التطوع للجيش، اللي عايز يروح يحارب يروح يحارب في منطقة قناة السويس. وفعلا بدأ يهاجم جماعة من الشعب المصري الفدائيين اللي عايزين يفدوا بروحهم مصر، يهجموا على المعسكرات البريطانية، وبدأت الحكومة المصرية تزود أعداد جنود الشرطة في منطقة قناة السويس علشان تساعد الفدائيين والشعب المصري في إن هم يحاربوا المعسكرات البريطانية. راحت بريطانيا عملت راحت رايحة على مبنى محافظة الإسماعيلية اللي في قناة السويس، وراحت رايحة علشان تاخد من جنود الشرطة اللي كان بعتهم الحكومة هناك، تاخد منهم السلاح. تمام. فحصل صدام بين قوات الاحتلال البريطاني وجنود الشرطة المصرية يوم 25 يناير 1952. 25 يناير 1952 ومات عدد كبير جدا من المصريين. واتطورت الأحداث تاني يوم على طول يا شباب، يوم 26 يناير حصل حريق اسمه حريق القاهرة، والحريق ده كان انذار لأن ثورة 52 تقوم، ودي اللي إن شاء الله هناخدها مع بعض الترم اللي جاي. يبقى تاني القصة اللي فاتت دي كلها عشان نختم درسنا ونختم آخر حاجة في المنهج. خد بالك احنا قصتنا مكملة الترم الجاي، يعني انت واقف لغاية جزئية معينة هنكملها الترم الجاي. يبقى 1947 عرضت الحكومة المصرية على مجلس الأمن قضية جلاء القوات البريطانية الكامل عن مصر ووحدة وادي النيل، ولكن لم يتخذ مجلس الأمن أي قرار في القضية وسابها متعلقة. الحاجة التانية، في أكتوبر 1951 أعلن مصطفى النحاس رئيس الوزراء في الوقت ده إلغاء معاهدة 36 وأطلق الحرية للشعب المصري للنضال المسلح ضد القوات البريطانية في القناة، وبدأ يهاجم مجموعة من الفدائيين معسكرات بريطانيا، وبدأت الحكومة المصرية تزود عدد جنود الشرطة في منطقة قناة السويس علشان تساعد الفدائيين، وقامت القوات البريطانية بحصار مبنى محافظة الإسماعيلية علشان تاخد من جنود الشرطة السلاح بتاعها. جنود الشرطة طبعا رفضوا يسلموا السلاح بتاعهم، فحصل صدام بين قوات بريطانيا وعناصر الشرطة المصرية. يوم 25 يناير 1952 مات كتير من المصريين وجنود الشرطة. عشان كده على فكرة يوم 25 يناير ده هو عيد الشرطة، كل سنة بنحتفل بالعيد ده باليوم ده بعيد الشرطة. وطبعا ثورة 25 يناير قامت في نفس اليوم، وبعدها تطورت الأحداث. ففي اليوم التالي يوم 26 يناير 1952 حصل حريق القاهرة، وده كان إنذار بنهاية النظام الملكي وقيام ثورة 52 يوليو 52. ويبقى أنت كده خلصت معايا منهج التاريخ. نصيحة: ذاكر، افهم، احفظ. ذاكر، افهم، احفظ. مفيش حفظ بيجي قبل الفهم. افهم المعلومة، اسمعها من كذا مصدر، المهم في الآخر انك تفهمها. طبق، حلل، استنتج. هو ده اللي انا طالباه منكم. اي حاجه واقعه من ايديك انا بتواصل معاك مباشره، كلمني في اي وقت، انا تحت امر حضرتك وتحت امر بابا وماما، في اي وقت اتصل بيا. المهم في الاخر تبقى مرضي، تبقى فاهم الماده كويس جدا جدا. التاريخ احداثه حلوه كده. احنا خلصنا دروس الشرح، ان شاء الله مع بعض دلوقتي هنحل دروس الدروس كلها. يبقى معاك بقى شيت او معاك ملف PDF على المنصة عندك، يبقى فيه حل كل الحاجات اللي انت عايز تحلها، محافظات، اسئلة بما تفسر، اسئلة دلل، اسئلة قارن. انت كده معاك كل حاجة. وشكرا ليكم، كان ترم حلو قوي، يا رب تكونوا انبسطتوا وفهمتوا مني. معاكم مس مارينا عاطف، مدرسة التاريخ والجغرافيا.